بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أول حاجة عايزة أقولها شكرا لكم كلكم من كل قلبي والله. شكرا على كل تعليق بتعلقوه، شكرا على كل لايك بتعملوه، شكرا على كل ثانية بتشاهدوا القناة بتاعتي فيها. أشكركم من كل قلبي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، وتفضلوا نعمة في حياتنا يا رب. فيديو النهاردة نبتدي مع بعض زي ما انتم شايفين. شوية المجات وطقم التوابل والحاجات اللي بنحطها على الرخامة دي مع الوقت بتتطرب كده وبتتبهدل مع الزيوت اللي طالعة من المطبخ وبخار الأكل والحاجات دي كلها بتتبهدل. فاحنا لما جينا الشقة بتاعتنا الشرقية لقيت الحاجات كلها، طبعا ما جيناش من زمان، فلقينا معظم الحاجات مليانة تراب. مع الاستعمال بقى والحاجات دي كلها التراب لزق عليها وعمل بقى طبقة كده زي الدهون كده، فلازم كنا ننضفها. فاول ما جيت لميت الحاجات كلها المجات دي من الحوامل بتاعتها وحطيتها في طبق، حطيت معاها مسحوق بودر او سائل اي حاجه، وحطيت معاها كمان كوبايه من الكلور، وسبتهم منقوعين من الصبح لعند بالليل. خدتهم بالفرشتين دول بقى كده. الفرشتين دول كنت جايباهم طقم مع بعض كده، فرشتين ومساحه وجاروف وفرشه جاروف، صراحه حلوين اوي كلهم باكت مع بعض كده، كانوا حلوين. فاستخدمتهم بقى في تنظيف الطقم التوابل والخزف والحاجات دي كلها. الطقم ده انا كنت حاطاه على الحوامل بتاعته قرب البوتاجاز، عشان كده هو اتبهدل، والحاجات التانية برضه والله اللي كانت بعيدة عن البوتاجاز طبعا اتبهدلت. فمع الوقت كده الحاجات دي لازم كل شوية ناخدها وننضفها عشان خاطر متبقاش صعب علينا في تنظيفها. فبالفرشة كده ونبتدي نمسح فيهم كده اهوت مع المية، والحمد لله بقى ينضفوا على طول بسهولة زي ما انتم شايفين كده. هما شكلهم في الحوض كأنهم نضاف، بس هما ما كانوش نضاف، كان لازق عليهم طبقة، بس هو طبقة دهون كده، فكان لازم يتنضفوا ويتحطوا كده. لما بنلاقي الحاجات دي كلها نضيف في المطبخ كده بيجيلنا نفس ان احنا ندخل ونطبخ ونبقى رايقين كده ومبسوطين. طبعا وجودكم معايا في القناة شجعني اكتر ان انا اصور لكم الحاجات دي. انا كنت مسكت شوية في الاول مطبخ تانية برضه نضفتها وحطيتها، فافتكرت في نص الشغل كده قلت طب ما اصور لكم نشجع بعض كده، واللي عندها حاجة تقوم تعملها ان شاء الله وتعرفني ان هي عملتها بسبب ان هي اتفرجت عليا. بس مش عايزة اكتر من كده والله، نشجع بعض كده. ده هو الموضوع سهل أوي وبسيط أوي، وبيفرق كتير في نظافة وجمال المطبخ. حتى كمان انت يجيلك نفس تطبخي وانت واقفة شايفة الدنيا كلها نظيفة وجميلة، حد جايلك ما شاء الله يقول ما شاء الله تبارك الله الحاجة بتاعتها حلوة ونظيفة، ياكل ويشرب من ايدك وهو مبسوط ومطمن. الموضوع سهل وبسيط، مش هياخد منك وقت كتير ولا حاجة، بسرعة بسرعة كل حاجة بتخلص واحدة واحدة. نظمي وقتك، ظبطي حياتك، هتلاقي الدنيا كلها ماشية زي الفل. الا اذا طبعا كان معاكي اطفال صغيرين، هم دول بقى اللي بيهدلوا الدنيا، زي ما الستة بنتي كده ربنا يهديها يا رب، هي وكل اللي زيها. ربنا يعيننا ويقوينا على كل حاجة بنعملها. كل حاجة ان شاء الله احتسبوها لله، ان شاء الله ربنا هيجازيكم عليها كل خير. اي حاجة بتعملوها حتى لو لاولادكم برضو نفس الموضوع، احتسبوها شغل البيت، احتسبوها عند ربنا كده ان شاء الله هتلاقي كل حاجة ماشية ومتظبطة ومتسهلة معاكم. احمدوا ربنا دايما في كل وقت، طول ما انتوا شغالين استغفروا وقولوا سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر، هتلاقي الشغل كله انتهى معاكم بقى زي الفل. ده طقم خزف انا كنت جايبه طبعا من فرح الكلام ده كله من يجي من 15 سنة او اقل من 15 سنة يعني. طبعا هتلاقي في حاجات قديمة معاكم هنا، ما تتريقوش على الحاجات ماشي. انا جايبه الطقم ده، كنت جايبه طقم كده زيادة في المطبخ، قلت للاستعمال العادي يعني بدل ما اجيب طقم بلاستيك يعني. بس للاسف طقم بلاستيك مهم برضه لان ده ما بيكفيش كل حاجه، وده اصلا مش عملي كده في الاستخدام، بتتكسر منه حاجات، هتلاقي في حاجات ناقصه، في غطيان كمان ناقصه، لما بنيجي ناخده من الحامل بتاعه بيتكسر. فلو في طقم بلاستيك كمان زياده انا كنت جايبه والله، بس مع الاستخدام اتبهدل وخلاص ما بقتش حابه، ولما نقلنا خلاص ما بقتش محتاجاه. ده كان في حاجات فضيناها طبعا لما مشينا عشان الحاجات ما تبصش، واخدتها معايا حطيتها في برطمان بلاستيك بسيطة خالص ومش غالية خالص، رخيصة خالص.
طقم اطفال تاني بس مكانش في المطبخ ما استخدمتوش. حلو اوي ما شاء الله، هبقى اصورهولكوا برضه. بصوا الحاجات دي بتطلع بسرعة ازاي وبسهولة ازاي. موضوع سهل وبسيط. دايما ايديكوا في المطبخ هتلاقوا المطبخ نضيف، وهتلاقوا الدنيا رايقة من حواليكوا. معلش كل حاجة زي ما قلت لكم احتسبوها عند ربنا، وان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل. ربنا يعيننا كلنا ويقوينا يا رب. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويعين كل حد على حاجة. الدنيا بقت صعبة أوي بس يلا الحمد لله مع ربنا ان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. كمان وكمان احنا كلنا زينا. ربنا ينجح أولادنا جميعا يا رب، ويفرحنا بيهم ويقر عينينا بيهم يا رب. كل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها. كل اللي حامل ربنا يقر عينيها يا رب بمولودها يا رب. بصوا طقم المجات ده انا كنت جايباه المج ب10 جنيه. الله اعلم دلوقتي هيبقى ازاي. ده اللي جواه بقرة. ده بقرة صغننة كده تشرب اللبن تلاقوا البقرة طالعة من قلب الكوباية. جه فترة كده ترند اللي معاه مج زي ده معرفش يبيعوا بكام. كنت انا من الاثرياء لان انا عندي 4 مجات من دول، وهجمت يوم فرضاني كده برضو كنت جايبه المج ب10 جنيه. اما في مجات تانية هوريها لكم، دي كنت جايبها من بورسعيد هتشوفوها دلوقتي. الفرشين دول سهلوا عليا تنظيف حاجات كتير قوي، لان هما بيخشوا كده بين الفراغات الصغننه دي بيجيبوا الديتيلز الصغننه خالص دي. والتلات كفايات دول كنت جايبهم ب10 جنيه. دي والموف اللي هناك دي، وواحدة تانية لونها أبيض بس مش عارفة هي فين. الموف دي هحاول اغسلها دلوقتي بس مش هتنضف، لان انا كنت لسه حاطاها في الحوض دلوقتي قبل ما انضف وابتدي الدور، ما كنتش نقعاها مع الحاجات التانية. قلت اجرب كده جايز تنضف معاكم. لا ما نضفتش، كده رجعتها تاني. رجعي تاني لعند تتنقع شوية. هسيبها كده في الحوض وابقى اغسل عليها شوية مواعين مع المساحيق اللي هحطها، هتنضف ان شاء الله على طول. بس كده خلصت الشوية دول، يلا نروح نحطهم بقى في الحوامل بتاعتنا. هم دول اللي كانت غسلوا قبلهم، ولما افتكرت رحت بقى جبت التانيين عشان اغسلهم معاكم، وقلت اعمل فيديو بالمرة نشجع بعض كده. ده طقم التوزيع، ودي بقى العلاقات اللي هعلق فيها. ده المج بقى ابو 10 جنيه برضو، كنت جايبه من بورسعيد تقريبا او 7.5 حاجة كده يعني. ما شاء الله دول حلوين قوي، كلهم مستوردين على فكرة. انا اللي مجمعاهم، هما مش جايين كده، مش جايين طقم على بعض كده، انا اللي مجمعاهم. حتى اتكسر منهم مج ما رضيتش ارميه، قلت اسيبه عشان ما نبوظش شكل الطقم على بعض. ودول كنت جايباهم من معرض في اولاد صقر بيتعمل في قاعة كريم. المعرض ده المتنقل اللي بيتعمل في كل المدن والمحافظات والحاجات دي، بيعلنوا عنه كده قبلها بشهر وبعدين نروح. تقريبا دول كانوا ب30 جنيه الفناجين الصغننة دول. والدبدوب ده كنت جايباه من المنصورة من عند الزانت بتقريبا 15 جنيه. ودول كنت جايباهم من اولاد صقر المج ب7.5 او ب10 جنيه حاجة كده، تقريبا 10 جنيه بس. حلوين اوي لما يكون حاجات في المطبخ من الحاجات دي، بتدي شكل حلو كده في المطبخ، تدي بهجة كده للمطبخ بدل ما الرخامة تكون فاضية. طبعا مع الميكروويف والفرن والحاجات التانية دي هتخلي شكل المطبخ حلو. ده بقى طقم التوابل اهو، ناقص على فكرة مش كامل. فيه اللي لسه حاطاه دلوقتي ده الغطا بتاعه اتكسر، وفي طبعا جنة كسرت كذا حاجة من اللي فوق دول. هي صغيرة كنت بحطها على الرخام كده وانا بغسل مواعين او بعمل حاجة، تقوم تشدهم تكسرهم. والبطوط الصغنن ده كان في واحد تاني اخوه بقى بطوطاية. بس كده خلصت بقى الحاجات دي كده، ونضف بقى. بصراحة غيروا شكل المطبخ، ان شاء الله هصور لكم المطبخ كله. باي باي يا حلوين.